السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. تعالوا نعمل أكلة بسيطة كده مع بعض واحنا واقفين، وعايزة احكي لكم على الكارثة اللي حصلت لي في الآخر. بس يلا الحمد لله. سمي بسم الله وصلي على رسول الله. هاتي كوباية من اللبن، عليها شوية التوابل اللي انت بتحبيهم، كركم، بهارات، كزبرة، شطة، كمون. بصي بقى ظبطيها بقى عشان احنا عارفين الأكلة دي احنا بنحبها. تمام كده. وتعالي مع بعض كده نقوم ضاربين الخلطة دي مع بعض. كنا دقين قرن فلفل كده حار، وشويه كزبره كده في كيس، وهوب بنقوم ضاربينهم على الخلطه دي ومقلبينها تقليبه حلوه قوي قوي قوي. حطي بقى معلقه توم صغيره كده وشويه ملح وظبطي الدنيا. هاتي 3 بيضات او حسب الكميه اللي انت هتعمليها. ده يا بنات ايه هنعمل ايه في الاول؟ هنعمل النهارده اكلتين حلوين كده يظبطوا لك الدنيا. ولو انت محتاسه تعملي ايه جنب ايه، انا هقول لك تعملي ايه جنب ايه، يعني دي كفكره ممكن تحطيهم جنب بعض. ماشي. المهم جبنا هنا 3 معالق من الدقيق. والدقيق دايما انا بحطه حسب الكميه الحاجه اللي عندي، يعني حسب كميه اللبن والبيض. ماشي. المهم دي معلقه من النشا كده، قلبتها في معلقتين ميه ورحت ضرباهم عليها بحيث يديني قرمشه. طب احنا هنعمل ايه؟ هنعمل كيس قرنبيط يا بنات من اللي احنا مفرزينه مع بعض على القناه. بص بقى بيطلع عسل ازاي. بص انا مطلعاه من الفريزر زي ما هو بتلجه، ما بنستناش لما بيفك. لو استنيتي عليه لما يفك هيطرى معاكي ومش هيبقى حلو خالص. تمام كده يا بنات. احنا كنا مفرزينه مع بعض. ادخلي على الفيديوهات اللي على القناه وانتي هتشوفي طريقه تفريز القرنبيط. تمام. المهم هنا بقى ايه، كنت حطيت الطاسه على النار تسخن معايا شويه. لا لسه ما ولعتش النار يا بنات، فكروني بس. المهم هنا وحطيت القرنبيط في الخلطه وسبتها حوالي 3 دقايق تشرب من الخلطه بتاعتها، عشان هي في التلج لسه يعني مفرزه. تمام. تعالي بقى نحط الزيت ونولع عليه ويسخن كده معانا. بص انا حطيت نقطه من الخلطه بتاعتي عشان اشوف الزيت سخن ولا لا. وبنبدا ان احنا نحط القرنبيط زي كانك بتعمليه عادي خالص، ما فيش اي مشكله خالص يعني. ماشي. وابداي ان انت تحمريه وما تمليش الطاسه بتاعتك. تمام كده حبايبي. هنقسمهم هم طاستين اللي طلعوا معانا. انا كنت عامله حسابي على ان الكيس طاستين، وبسم الله ما شاء الله عايزه اقول لك بقينا ناكله واحنا واقفين كمان ما لحقناش. المهم بص بيطلع معانا مقرمش وجميل ومتحمر وحلو زي كانك لسه عاملاه، ما فيش اي مشاكل. القرنبيط ده المفرز ده ينفعك ممكن لو حابه تكليف السحور، لو حابه يعني تجددي بدل الفول كده. المهم حاجات يعني ايه بتنفعنا في البيت ما بنستغناش عنها. وادي الطاسه التانيه اهي. بصوا بقى. بص القرنبيطه من جوه عامله ازاي، جميل فعلا، كان طعمه زي العسل يا بنات. ماشي. المهم حمرنا الطاسه الاولانيه. انا قعدت اكل انا والولاد وبقينا نظبط الدنيا لان احنا بنحب القرنبيط يعني. المهم حمرنا القرنبيط بتاعنا. تعالى نخش على الطاسه التانيه بتاعتنا دي، احنا نشوف هنعمل فيها ايه. هاتي كده طاسه، هاتي صينيه، هاتي اي حاجه بتحبي تعملي فيها، وحطي فيها شويه من الزيت. تمام. وسيبيهم يسخنوا معاكي على بال ما نقطع الفلفل اللي احنا كنا هننساه ليه؟ لا مش هننساه ولا حاجه ان شاء الله. المهم قطعنا كده. حابه تحطي فلفل سبايسي حار ماشي تمام، ما فيش مشكله. مش حابه براحتك. هاتي هنا ربع كيلو كبد وقوانص زي ما انت شايفه كده. احنا هنعمل اكله يعني على فيها صنفين، ولكن هي بصي الكميات قليله، لكن هتحطي صنفين جنب بعض تقدري يعني تعملي منهم اكله مشبعه يعني. ماشي. مش هتحتاري طب اعمل ايه جنب الكبد، طب اعمل ايه جنب مش عارف ايه القرنبيط احط جنبه ايه. اصل الولاد ما بياكلوش الكبد، اصل جوزي ما بياكلش القرنبيط، فاحنا وفقنا الدنيا كلها. انت فاهماني؟ ده اللي انا اقصده من الفكره ديت. وحطينا كده الكبد والقوانص وبنديها تقليبه واحنا واقفين بنقطع. تمام كده. كنت انا هنا بقى جهزت البصل اللي هيتقطع، وهنا نحط البهارات بقى، كزبره، كمون، فلفل اسمر، كركم، ملح. بصي بقى ظبطي كده الكبد والقوانص بتاعتك بتطلع عسل. عارفه يعني عسل؟ الطريقه ديت بتسويها وفي نفس الوقت بتبقى مقرمشه وجميله معاكي وطعمها بيختلف تماما. ماشي يا حبيبه قلبي. المهم واحنا واقفين كده قلبي فيها وما تخافيش، مش هيجرى ولا هتتحرق منك ولا حاجه. بوسع كده مكان وبحط فيه الفلفل بتاعي وبديله تقليبه بحيث ياخد ايه تشويحه هو كمان من الزيت او الماده الدهنيه اللي انت حطيتيها. تقدري تحطي الزيت، تحطي سمنه براحتك. المهم وبنقلبهم كلهم على بعض كده. وبحط ايه بصلايه كده بقطعها شرايح، بتدي ريحه وتست جميل جدا جدا جدا، لاني بتفرق معاكي كتير قوي قوي. عايزه اقول لك من ربع كيلو كبد وقوانص عملنا بسم الله ما شاء الله صينيه حلوه قوي 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 اهي. مش مكلفه ولا حاجه، احنا عارفين الحاجات دي الايام دي غاليه، ولكن اهو الربع
ربع كيلو بسم الله ما شاء الله رمى معانا كتير. هنا بقى تعالي نعمل السلطه بتاعتنا. كنت بشرب جزرايه، وهنقطع خيارايه على طماطمايه على شويه شبت وبقدونس، بصي بقى على قرن فلفل، يعني بصي الموجود عندك. والله انا عارفه ان طبق السلطه الايام دي بيتكلف، فالموجود عندك اعمليه. وهنا بقى الكاميرا قفلت مني وانا بعد ما جهزت الاكل وحضرت السفره على الرخامه وكل حاجه، للاسف ان الكاميرا فصلت مني خالص والمقطع ده ما جاش معايا، فما تزعلوش مني ان انا المقطع ده ضاع مني، معلش انا اسفه ليكم. وهو ده كان اكلنا وغدانا النهارده. لو عجبك اكلنا حطي لي لايك وحطي لي شير، اوعي تنسيني بدعوه حلوه، واعملي بقى منشن لصاحباتك للفيديو دوت وللاكله الجميله ديت اللي ممكن بتقعدي تفكري كتير انا هعمل ايه النهارده، انا هاكل ايه النهارده، طب هرضيهم ازاي. وحبايبي بحبكم في الله، واتمنى لكم الخير، كل سنه وانتم طيبين.